يا جماعه لازم ناخد بالنا ان احنا بنصطاد في ادوار عشوائيه. يعني ما بنصطادش في دور ملكي انا وملكك، يعني كل واحد بيروح يصطاد بيبقى فيه 20 واحد كانوا قاعدين على الدور قبل منك. خطايا الصيادين دي هي ديت اللي بتخلي الناس يضيع منها الايه الموسم. السنه اللي فاتت الحمد لله رب العالمين الناس اللي كانوا ماشيين معايا ما ضحش عليهم. هات حته خشبه واعمل لها كده اي مفصله كده وربط فيها حته حديده باي شكل، اخترع اي حاجه بحيث ان انت اول ما تروح جرب الدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين، أحسن ناس وأجدع ناس في الدنيا. طبعا أنا مش عايز ضرب يعني الأول كده مش عايز ضرب. أنا طبعا متأسف على التأخير والله غصب عني يا جماعة. أنتوا عارفين إن أنا ما بتأخرش بمزاجي يعني. ده غير إن اليومين اللي فاتوا دول كانوا أيام مروحانة كده والموضوع مش تمام، فأحسن إن أنا ما كنتش موجود يعني. لكن كنت على تواصل مع الناس والله، وأنا والله يا جماعة مرهق جدا يعني انا بكلمكم وانا يعني ربنا عالم والله بالواحد يعني، فغصب عني. فانا طبعا جيت لكم اهو، مجهز لكم فيديو ان شاء الله رب العالمين. بعد الفيديو ده على طول انا جاهز والله مش هتاخر، انا مجهزه اصلا يعني همنتجه وانزله لكم على طول. بوصف مكان كده جامد جدا، في كم ميه الناس هترضى منه وتنبسط وما تقلقوش. احنا لسه 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و1 و2. ما هو انتوا بقى متعودين معايا تصطادوا في الشتاء. كان من 3 سنين ما كانش حد بيطلع يصطاد في الشتاء خالص ولا يعرف، بقى اخرك 9 10 وخلاص. صح، الحمد لله رب العالمين كنا سبب في ان احنا نراضي ناس كتير يعني، انا وناس كتير مش انا لوحدي يعني. بصوا يا جماعه، الفيديو ده انا هتكلم فيه على كام حاجه مهمين، عشان لو عايز تصطاد اسمع البقين دول وما تجريش الفيديو واسمع الكلام، لان والله العظيم انا عايز مصلحتك. حلو. بصوا يا جماعه، اول حاجه هتكلم فيها موضوع اللوكيشن ده. انا اول مره اتكلم في اللوكيشن ده في فيديو، فانا هتكلم فيه دلوقتي بشكل مفصل علشان خاطر الموضوع ده طلعه من دماغك خالص. انا مش هعمل لك لوكيشن واقول لك روح عليه. هو انا هقول لك حاجه، هو صعب عليا ان انا اعمل لك لوكيشن وانا قاعد في البيت. هدخل على الخريطه واتعمل دبوس مثبت واخد الرقم بتاعه وابعته لك ويلا روح. انا سهل عليا اعمل كده، ما انا هعمل كده، وخصوصا ان انا حافظ الاماكن. ما انا مش هعمل لوكيشن كده وخلاص، لا ده انا حافظ الاماكن اصلا، فعارف انا باعت على فين ومودي على فين. لكن هتوه والله العظيم هتوه، مش كل الاماكن هتقدر توصلها. اللوكيشن يا جماعه في الشوارع الرئيسيه والاماكن الرئيسيه شغال عادي وبنمشي عليه، انما الاماكن اللي زي المزارع جوه والدهاليز اللي جوه دي وبيوت جحا اللي جوه دي صعب. هي طرق، بس الطرق عليها بوابات وعليها خشب وحاجات من ده، فلما تروح هتلاقيها مقفوله. الشبكه وحشه جدا يعني، وخاصه 012. اغلبيه الناس بتيجي من القاهره واسكندريه معاها 012. طب انا اظلم الناس دي ليه؟ الناس دي تتظلم ليه؟ عشان ايه يعني اظلمها؟ دي واحد. حتى لو 010 اصلا الشبكه بتفصل جوه، والجي بي اس بيتوهك والله العظيم، هيتوهك ويدخلك اي حته. تمام. فانا اظلمك ليه؟ انت ممكن تبقى رايح وتلاقي نفسك هو يختار لك طريق مختصر وندخلك منه، تدخل تلاقيه مزرعه او حرم مزرعه او طريق يقول لك يا جماعه ارجع. طب انت هتعمل ايه في الحاله ديت؟ انا الكلام ده انا عامل حسابه، عشان كده انا موضوع اللوكيشن ده يا جماعه بلاشه والله العظيم بيتوه. لو وصلت مكان مش هتوصل 10. انا مش صعب عليا ان انا اعمل لك كده. والناس اللي بتقول مثلا انا اللي خليني اعمل فيديو نص ساعه واوصف واتمس تبهدل وطريق وما طريق ومش عارف ايه، طب ما انا احط لك لوكيشن وتروح عليه. هو انا لما احط لك اللوكيشن هتطير وتلاقي نفسك وصلت على الميه؟ طب ما انت هتمشي على الطريق بتاع الوصف بتاع اللوكيشن ده، مش هتمشي على الطريق برضو وهتتبهدل برضو. يعني لازم يكون في يعني معلش برضو، انا لا اتعدى حدودي مع حد. فاللي يتكلم كلمه يعرف يقول ايه، عشان خاطر احنا بنقدم معلومه للناس. والفيديو النص ساعه والساعه والكلام ده كله، انا يا سيدي كل شهر بنزل فيديو يعني، مش كل يوم منزل فيديو ولا حاجه، ولا انتوا شايفين ايه؟ وبعدين انا بنزل الفيديو اللي فيه معلومه بس. ماشي يا جماعه، دي حاجه. فموضوع اللوكيشن ده بالله عليكم وصلوه لبعضكم كده، بلاشه، لانه هيتوه. الاماكن الرئيسيه على الشوارع الرئيسيه، على الدولي وعند البورصه وبعد البورصه والاماكن اللي هي حيه دي ممكن، انما اللي جوه صعب والله يا جماعه. وانا حرام عليا ان انا اذيك،
حرام عليا ان انا اذيك. والناس اللي بتدخل مزارع وبتخش وبتتبهدل وبيطلع عينيها وعربياتها بتتكسر، طول عمرنا بندخل المزارع وعربياتنا بتتكسر. والله العظيم طول عمرنا. انا عربيتي من زمان كان عندي عربيه ده وقفت جوه المزارع عادي يعني، مفيهاش حاجه. مفيش مشكله عادي يعني خالص يعني، عادي يعني. ماشي يا جماعه، فاللهم صل على النبي كده، ننسى الموضوع بتاع اللوكيشن ده عشان خاطركم انتوا. هنتكلم بقى على خطايا الصيادين، وخلي بالك من البقين دول برضه عشان مهمين. خطايا الصيادين دي هي ديت اللي بتخلي الناس يضيع منها الايه؟ الموسم. السنه اللي فاتت الحمد لله رب العالمين الناس اللي كانوا ماشيين معايا ما ضحش عليهم الموسم وكلهم اتراضوا. لكن في ناس كتير يقول لك الموسم انضرب مننا، الموسم انضرب مننا. بس الناس اللي راحت على الاماكن اللي انا اتكلمت عليها ما انضربش منهم ولا حاجه. هو انا بعتك على ميه ما فيهاش سمك او ما بتاكلش؟ لو رحت ما كلتش يبقى لها ظروف بقى، زحمه، الميه طالعه الميه نازله، في حاجه غلط، في حاجه مش غلط كده، مزرعه بتصفي. انما الميه انا ببعتك على ميه بتاكل تمام 100,000. تمام صح ولا لا؟ طيب بصوا يا جماعه، الناس اللي هي بتطلع تصطاد في المزارع لازم تبقى عارفه. الناس اللي عارفه خلاص عارفه اكيد فهمت. انما الناس الجديده اللي بتروح والناس اللي هي لسه برضه متنشنه في موضوع تجهيز العده ده، لازم تفهم انك رايح مكان معين. المكان المعين ده ليه طريقه معينه في الصيد، وليه عده معينه في الصيد. فخد العده المناسبه للصيد في الاماكن دي. ما تاخدش عيدان كبيره، ما تاخدش مكان كبير، ما ترملش بخيط كتير، ما تصطادش بسنار مش مظبوط. اعرف العلفه المناسبه. اعرف من الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عليها واللي الناس اتكلمت عليها، علشان خاطر تبقى انت عارف انت رايح فين. اهم نقطه بقى واللي انا عايز اركز عليها في الحته دي، وديت خطيئه. انا بعتبرها خطيئه. واحنا بنعلف الدور واحنا رايحين نصطاد، الناس تبقى طالعه من بيتها مع كيس العلفه بتاعته وكيس الغله بتاعه اللي كل واحد عامل بطريقته. انا ما بعترفش غير بالطريقه بتاعتي، مع احترامي للجميع يعني. انا ما بعترفش غير بالطريقه بتاعتي، بتاعت الغله وبتاعت العلفه. كل واحد واخد حاجته ورايح يصطاد وتمام التمام وزي الفل، ومهيئ نفسه ان هو هيروح يلاقي الدور ويعلف ويرمي والكلام ده كله. يا جماعه لازم ناخد بالنا ان احنا بنصطاد في ادوار عشوائيه. يعني ما بنصطادش في دور ملكي انا وملكك. يعني كل واحد بيروح يصطاد بيبقى فيه 20 واحد كانوا قاعدين على الدور قبل منك. فالناس بتروح يلاقي الدور حلو زي الفل بس مش عارف ايه اللي تحت. ركز في دي بقى عشان دي اللي انا اقصدها. ما هوش عارف ايه اللي تحت في الميه. طيب ايه اللي تحت في الميه؟ حاجتين: يا اكل كتير يا الدور مش نظيف، يا العكس. دول حاجه ودول حاجه. يعني يا اكل كتير، علفه مرميه وغله مرميه كتير في قلب الدور، يا الدور مش نظيف، يا العكس. طيب انا ايه عرفني بقى؟ يعرفني ان الدور نظيف او مش نظيف، او فيه اكل ولا مفيهوش اكل؟ فيا جماعه الخير كل الناس تحاول تاخد معاها السنه دي جرافه. اخترع جرافه، ما تتعبش نفسك. هات حته خشبه واعمل لها كده اي مفصله كده وربط فيها حته حديده باي شكل. اخترع اي حاجه بحيث ان انت اول ما تروح جرف الدور. ركز بقى بدي، جرف الدور. في غله ما فيهوش غله مالناش دعوه. جرف الدور خالص وعكره ما فيش مشكله، ونضفه تمام التمام وسيبه يروق. انا مش هشرب لك كوبايه شاي وبعد كده اعلف بقى بالطريقه بتاعتك. كده يبقى انت عارف هتعمل ايه، كده انت عارف هتدخل السمك عليك ازاي. انما انا هروح الاقي الغله في قلب الدور واتنرمي عليها واقعد اصطاد ما كلتش، اتنرمي تاني ما كلتش. طب يا عم زودها شويه ما كلتش، خلاص هي اصلا كان في اكل من البدايه. اصلا كان في اكل في الدور. فعشان كده دي خطيئه بيعملها صيادين كتير والناس بتقع كتير جدا. انا واحد من الناس بروح ببص على الدور، بشوف الرجل دي امتى. الرجل دي كانت من ساعه قبل ما اروح، الرجل دي كانت امبارح، الرجل دي كانت من اسبوع. ببص على الدور ده متنعكش في بيض الناس كانت بتاكل بيض قشر والبيض ده ناشف ولا لسه طري. سوداني، ناس كانت بتاكل سوداني. الاكل الاثار دي عمرها قد ايه؟ عمرها يوم ولا امبارح ولا اسبوع؟ عشان اعرف انا هعمل ايه.
ده انا لو مش عايز انضف الدور حتى. انما الناس بتروح بتنهب يلا كله على بعض، عشان كده يقولوا ما بتاكلش ما بتاكلش. لا، السمكه برضه، ما هي السمكه ده ما هتاكل ايه يعني؟ انت بترمي لك كيلو غله، هتاكل الكيلو غله؟ السمكه كلها على بعضها ربع كيلو ونص كيلو والكلام من ده يعني، صح ولا ايه يا جماعه؟ فهتاكل من تحت ولا تاكل منك؟ فنخلي بالنا من الحته دي، نجرف الدور وننضف الدور علشان نعرف مظبوط. فالناس ما تتغرش وتروح ترمي على الفاضي وتقول ده انا هاخد سمك واحمل سمك وده ما كلتش. طيب ما كلتش، يقوم قايم من الدور يقول لك انا هروح دور تاني نفس الكلام. طيب ما نمشي من الميه كلها ويروح ميه تانية. اكبر غلطه بيعملها الصياد انه بيطلع من بيته يروح ميه وبعد كده بينقل على ميه تانية. انت طالما طلعت من بيتك وطلعت على ميه معينه ما تنقلش على ميه تانية، الا اذا في حاجه قهريه تخليك انك تنقل. يعني مزرعه بتصفي فمعكره الميه، بيعملوا حاجه كده، حاجه من اللي هي القهريه قوي دي. انما الميه تعلى الميه تنزل، ما تعلى وتنزل يا عم، خليك قاعد، هتعلى وتنزل وانت قاعد، ايه المشكله؟ انما انت هتنقل في مكان تاني، فالمكان التاني اللي انت رايحه ده انت عارف هي الميه كانت ايه وضعها؟ ما ممكن تكون لسه عاليه وهي كانت واطيه فمنعه، او العكس، وممكن تروح تلاقيها كانت مظبوطه وبعد 5 دقائق ان واطيه او عاليه فتمنع، تلاقي نفسك خلاص. انت فكر، اوعى تفكر انك اول ما تنقل من على الميه وتروح ميه تانية انك هتاخد سمك. في الغالبيه بنسبه 90% مش هتاخد سمك ويومك هيروح. تمام. بتصدف بقى مع ناس بقى اللي مشغله دماغها واللي يمكن عارفه اماكن، تخلي تعال نروح المكان ده ممكن ياكل دلوقتي، تعال مش عارف نعمل استباحه هنا والمكان ده نصبح فيه واخر النهار نروح مكان تاني، فكده يعني، فممكن يشغل نفسه. انما الناس اللي رايحه لاول مره دي ما تعرفش. خلاص، المكان اللي هتروح عليه عن طريقي ارجوك ارجوك روح واثبت لاخر اليوم وان شاء الله ربنا يرضيك باذن الله. خلاص، دي اكتر نقطتين كنت عايز اتكلم فيهم النهارده. خلاص، هو البتاع بيضلم وينور لوحده كده ليه؟ عادي بقى، معلش، انا اصلا بكلمكم وانا على الاخر، سامحوني يعني. ماشي يا جماعه، فبالله عليكم تابعوا الفيديوهات. انا هبقى اعمل لك فيديو صغير كده ازاي تدخل عندي على الفيديوهات وتشوف الحاجات اللي انا منزلها، العجين بقى والعلفه والغله والعده وكل حاجه، عشان تقدر تتعامل في الايام اللي جايه. والفيديو الجاي مباشره وصف ميه جامده جدا 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 جدا، مش ميه ده كذا ميه. خلاص، طريق سهل زي الفل، العربيات هتتكسر وكل حاجه والناس هتبهدل وكل حاجه، وبنحب احنا الكلام ده اصلا ومش هنشبع من البهدله دي، ولا ايه؟ طول عمرنا بنتبهدل من الصيد وبنحب الصيد. السلام عليكم وسامحونا على التأخير. وأنا عملت الفيديو ده على السريع كده عشان خاطر برضو أتكلم في النقطتين 3 دول ونرجع بقى مع بعض، وإن شاء الله الفيديو الجاي هترضوا منه واللي بعده واللي بعده إن شاء الله. سامحونا على التأخير، وأحلى تحية مني لكم، أنتوا أحسن ناس في الدنيا والله. السلام عليكم.